هيرونيفر. حرف النهارده او النطق النهارده هو نطق الري. الري كان المصري القديم بيرمز له او بيرسمه بشكل البق، الفم. عارف شكل الفم؟ نفس شكل الفم بالظبط. ده كان بيعبر المصري القديم عن صوت الري لما بيكتبوا في اللغه بتاعته. والترانسليتريشن بتاعه هو حرف الار، ار سمول، وبيعبر عن او بيمثل في اللغه العربيه نطق الره، حرف الره. طيب في حروف فيلو او خط فيلو لو احنا عايزين نرسمه هنعمل ايه؟ هناخد نفس الحرف ده بس هندمجه مع الر، او نفس الشكل ده بس هندمجه مع حرف الر. هنقلبه بس كده كام درجة، يعني هنرسم حرف الر بتاعنا عادي خالص وهنروح عاملين كده، بقى نفس الشكل بالظبط بس مقلوب كذا درجة وفي نفس الوقت هو حرف الر. طب لو احنا عايزين خط ارفع من كده اهو، ادي حرف الر بتاعنا وهنروح قافلينه من الناحية دي. طب لو احنا عايزين خط ارفع من كده اهو، ادي حرف الر بتاعنا وهنروح قافلينه من الناحية دي. فانت بالتالي لما تشوف الرمز بالشكل ده هتقول ده ايه ده حرف الر اهو، حرف الر بس انا بقفله كده. فبالتالي لما تشوف الرمز ده هتقول ايه ده شبه ده. فبالتالي هتعرف لما تشوف اي كتابه هيروغليفيه في لغه الميدونيتر بعد كده هتقول ده النطق بتاعه ر، عقلك هيسجل ان ده النطق بتاعه ر. لو احنا عايزين نكون جمله، كلمه ارنب مثلا، ادي نطق الآ، وادي نطق الري، ونطق النون اللي احنا هناخده بعد كده، ونطق البي ده هناخده في المستقبل. بس ودي كانت حلقة النهاردة. يا ريت تعملوا لنا لايك وشير عشان ده فعلا بيساعد. تكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. ياو ما كي ام حوتب.